صراحة في وسط اللي بيحصل في فلسطين ده هيافة جدا ان احنا نتكلم عن الكورة، ولكن خلينا نحاول. في الاسبوع التاسع من دوري انجلترا محمد صلاح بيجيب جونين لتاني ماتش على التوالي عشان ليفربول يكسب ديربي الميرزيسايد. ومانشستر سيتي بيورونا ان ساعات الكورة بتكون بسيطة جدا، يعني تعمل بقى اللي تعمله وتحضر خطط وتكتيك وتشتري احسن لعيبة، ولكن في الاخر الكورة ببساطة تلعب من غير رودري تخسر، تلعب بيه تكسب. وارسنال لعب اوحش ماتش له من زمان جدا، ولكن عمل رومونتادا في ديربي لندن وتعادل 2-2 مع تشيلسي في ماتش فيه جونين في غاية العشوائية. ليفربول كسب ديربي الميرسيسايد 2-0 وليفربول ثالث الدوري، ولكن بصراحة ليفربول مستواه غريب جدا. يعني لغاية ما جابوا أول جون الفريق كان شايط 12 شوطة على الجون، 11 منهم من بره منطقة الجزاء، وده يوضح لنا قد إيه في غياب للحلول والأفكار عامة التكتيكية. فبالرغم من الفوز ده لسه بصراحة مستوى الفريق ما يطمنش، لكن محمد صلاح بقى هو اللي يطمن وبيثبت كل يوم ان العمر ده مجرد رقم. محمد صلاح بقى اللعيب الوحيد في دوري انجلترا كله في سنة 2023 اللي يبقى له يد رجل في 31 جون. صلاح لعب 31 ماتش، سجل 19 جون وصنع 12. للماتش ال 13 على التوالي على ارض فريقه يا يسجل يا يصنع هدف، ودي الحاجة اللي ما حصلتش قبل كده في دوري انجلترا الا مرتين، لما اتنين من احسن المهاجمين في تاريخ الدوري كله عملوها، تيري هنري والان شيرر، وعملوها في 17 ماتش متتالي. قلت انا وانا بتكلم على مانشستر سيتي ان ساعات الكوره بتكون بسيطه، ولكن في ماتش ارسنال وتشيلسي الكوره كتير جدا بتكون عشوائيه بس. ارسنال لعب اسوأ 70 دقيقه لعبهم يمكن من في اخر موسمين. جون منهم لو مدرك ده كان لعيب احسن شويه ما كانش ده كان اصلا، ومهما بقى حاول يقنعنا ان هو قصده دي كانت رافعه ورافعه زفت بس دخلت جون. المهم بقى ان بعد اكتر من 70 دقيقه وارسنال بيلعب سيء جدا لدرجه ان ما شاطش فيهم ولا حتى شوطه واحده بين الثلاث خشبات. داكلان رايس هو راكر بيسجل جون عشوائي جدا بعد غلطه حارس مرمى تشيلسي بشوطه رهيبه من 35 ياردة والجون فاضي. بعدها ارسنال فاق وابتدى يلعب احسن بكتير لغايه ما لياندرو تروسارد جاب جون التعادل لارسنال. كده ارسنال يعتبر احسن فريق في الدوري بيعمل تغييرات. بدلاء ارسنال من بدايه الموسم سجلوا 5 تجوان وصنعوا 3، وارسنال بقى اكتر فرقه في الدوري بتسجل في اخر 15 دقيقه من الماتشات، وجايبين لحد دلوقتي 6 جوان في الوقت ده. لو هتكلم بقى عن الماتش نفسه مش ازاي، هقول ان تشيلسي واضح جدا انه بيتحسن، ومن بدايه الموسم عمالين نسمع ان بالرغم من النتائج السيئه جدا لتشيلسي ولكن ارقامه والاحصائيات بتاعته احسن بكتير من النتائج دي. ولكن بصراحه انا مش عارف احدد في الماتش ده هل تشيلسي فعلا لعب بخطه وتكتيك جامدين جدا لدرجه انه منع ارسنال تماما من اللعب، ولا ارسنال كان في ماتش كل الفريق في الاوف دي بتاعه. وفي نفس الوقت بقى بالنسبه لارسنال انا مش عارف اقرر هل النتيجه دي تطمن، يعني الفريق يبقى كله مستوى زفت ولكن برضه ما يخسرش، ولا اللي حصل ده يقلق ان الفريق كله يبقى مستوى زفت. هيبان. رودري بقى رجع سيتي ومعاه رجع اول فوز للفريق بعد 3 خسائر متتاليه في انجلترا. رودري رجع الفريق ومعاه هالاند بيرجع يسجل بعد 3 ماتشات مسجلش فيهم ولا جول. ولكن بالنتيجه دي مانشستر سيتي بقى اول فريق في تاريخ الدوري يكسب 21 ماتش ورا بعض على ارضه. ولكن بالظبط زي ارسنال وبالظبط زي ليفربول مانشستر سيتي في الشوط الثاني كان مستواه سيء جدا جدا جدا، وبرايتون بعد ما عرف يخلي النتيجه 2-1 كان ممكن جدا يعادلوا الماتش ويمكن يكسبوا سيتي. فبصراحه ان بعد 9 جولات ارسنال سيتي وليفربول بالرغم من وجودهم في الثلاث مراكز الاولى في الدوري لسه بصراحه مستواهم مش قد كده. فهل القصه دي معناها ان الدوري السنه دي هيبقى فيه منافسه كتيره بين فرق كتير وهيفضل دايما النقط قريبه من بعض، ولا دي بس فتره وبعدها الفرق دي مستواها هيفرق وتبعد عن بقيه الفرق في الدوري؟ ده اللي عايزين نركز معاه كده، واشوفكم الحلقه الجايه.